يعني المناطق الخاصة هي خاصة. طيب واحدة من الحاجات المهمة اللي أنا محتاج أعلم ابني أو بنتي هي المناطق الخاصة، زي ما بقول له ده وش ودي مناخير وده عينين ودي ودان. كمان محتاج أعرفه على المناطق الخاصة بتاعته. المناطق الخاصة هي المناطق اللي بتتغطى بالمايو، يعني من أول الجزء بتاع الصدر لغاية النص التحتاني للمايو بيغطيه، إضافة إلى الشفايف. تمام، أو منطقة الشورت إضافة إلى الشفايف. مهم جدا إن إحنا نسمي المناطق الخاصة بأسمائها، يعني ما بنقولش عليها الأسامي المغطية أو الأسامي الدارجة، نقول عليها اسمها. تمام. طيب ده ليه؟ لأنه ده بيشيل جزء من الشيء أو بيشيل جزء من الخزي، وبيمنع سوء التأويل. فبقول له إنه الولاد عندهم قضيب، عندهم خصية، عندهم مقعدة، عندهم شفايف، والبنات عندهم مهبل. تمام، وعندهم مقعدة وعندهم صدر. ضروري جدا تتعامل مع الأسامي بأريحية، يعني حضرتك وحضرتك محتاجين تتعلموا تقولوا الأسامي دي. زي ما بنقول مناخير نقدر نقول صدر، زي ما بنقول عين ورمش نقدر نقول قضيب، علشان لما تيجي تعلم ابنك ده ما توصلوش إنه هذه الأشياء فيها خزي، وبالتالي يبقى مكسوف يبلغك لو حصل حاجة. أنا عارف الموضوع صعب، بس مش مستحيل تقدروا عليه، لأنه ده هيحمي كتير من ولادنا من التحرش. ربنا يحفظهم ويحفظهم.